في حضور جماهيري في استاد لوسيل وصل لما يقارب 89 ألف متفرج في أكبر استادات مونديال قطر 2022. حشد كبير من الجماهير مشاهدينا الأعزاء في هذا اللقاء، في اللقاء الممتع للأرجنتين على وجه الخصوص، وشاهدنا دموع سكالون تفسر الضغط الكبير. أبرز المرشحين منتخب الأرجنتين كابتن طاهر. أحسن شيء هو البكاء، لأنه ضغط كبير على الأرجنتين. شاهدنا الأرجنتين في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني مش الأرجنتين. شاهدنا الأرجنتين بعد هدف ميسي، وهذا دور ميسي. هذا دور ميسي لما الفريق يكون في أسوأ حالاته، يعني رجع الفريق ورجع الروح للفريق. شوفوا الهدف ممتاز، هو كان ينتظر في الكورة، نشوف ينتظر في الكورة، شوفوا حتى رفع، شوفوا والتسديدة ممتازة. هذا هو موقع ميسي المميز، يعني مؤخرا مع هذا دوره، ثم البي اس جي، هذا دوره دائما يتمركز في هذا الموقع. هذا دور القائد، دور القائد انه لما يكون الفريق سيء هو اللي يغير كل شيء. هو شوف الهدف ممتاز فرنانديز. بالنسبه لي انا اللاعب هذا جيد، حتى مثلا لما دخل غير وسط الميدان للفريق، هو ديبول في وسط الميدان مع الفاريز راس الحربه. شاهدناه يعارك، شاهدناه يطلب الكوره. فرنانديز. بالنسبه لي انا اللاعب هذا جيد، حتى مثلا لما دخل غير وسط الميدان للفريق، هو ديبول في وسط الميدان مع الفاريز راس الحربه. شاهدناه يعارك، شاهدناه يطلب الكوره. الانجليز والهولنديين الله يهلكهم، هم رجعونا على عهد الجاهليه. خمسه ما شاء الله، ان شاء الله يبقاو هذوم حتى اخر نهايه البطوله ان شاء الله. الارجنتين هذول والله انا حبيتهم، الارجنتين حبيتهم، عملوا العجب في البطوله هذه. برافو لميسي، برافو الارجنتين، وان شاء الله المباراه هذه ترجعها. كابتن انت تحب ميسي اكثر من نفسك يمكن. تحبوا ميسي؟ نحب ميسي. انت تابعت ميسي يعني من تبديل من الابداع. لا من تبديل ريكارد الاول في برشلونه مع ريكارد هو مع رونالدينيو. ريكارد هو اللي اعطاه فرصه. صحيح، ريكارد هو اللي اعطاه فرصه لميسي. ميسي بالنسبه لي يعني يمكن انت اكثر محلل في بي ان سبورتس تابع ميسي. نحب ميسي، نحب الارجنتين، وان شاء الله يبقاوا النهائي ان شاء الله. يعني اليوم باش نشاهدوا ارجنتين اخر، ممكن في المستقبل نشاهدوا ارجنتين، لانه اليوم 70 دقيقه ماهوش الارجنتين، قاس صعوبات كبيره. عشان الجمهور كمان يا كابتن، الجمهور موجود كتير، وصول 25,000 بنت. استمع لي ليونيل ميسي قائد الارجنتين بعد هذا الانتصار. Sí, sabíamos que tenemos que jugarlo de esta manera. Era un partido muy complicado para levantarnos, porque México te juega bien, tiene un gran técnico, te maneja la pelota. El primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad. Y el segundo, cuando nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol. بالهدوء volvimos a hacer lo que somos nosotros. تسجيل الهدف عدنا اللي نكون الأرجنتين التي تعودنا عليها. أنا سعيد، وكانت فوز ضروري بالنسبة لنا، وكان علينا الفوز. ونعم بعد الهدف الآن ارتحنا. نعم لقد كلفنا كثيرا هذا الفوز. في المباراة الأولى لقد لم نكن بالصورة الجيدة، وكان اللاعبون شباب، وأول مشاركة لهم في كأس العالم، وأيضا ساعة المباراة، ولكن ليست هذه مبررات، ولكننا لم نخرج كما يجب. كان علينا أن نخرج. نعم كانت هدفان جعلتنا نخسر المباراة، وبعد ذلك كان علينا صعب العودة إلى المباراة، واليوم كان يجب علينا أن نفوز، والآن يبدأ كأس عالم جديد بالنسبة لنا. شاهدنا فرحة ميسي بعد هدوء، بعد سكون مع ميسي في المباريات الماضية أو في مباراة السعودية، وأيضا مع دخول لقاء المكسيك. جميل أن نشاهد فرحة ميسي، جميل أن نشاهد المونديال الأخير لميسي يفرح، يزيل الشكوك، يحرر الأفكار، يحرر اللاعبين، يحرر الأرجنتين من هذا الضغط الكبير.
بالطبع هذا شيء جميل أن نرى ميسي يحتفل بهذه الطريقة الرائعة وبهذا الهدوء ومساعدة اللاعبين وكل ما يريده الأرجنتينيون وكافة العالم. وهذه آخر كأس له ونحن هنا لنساعده وندعمه. وبالأمس وقد برر الهزيمة أمام المملكة العربية السعودية بأنه كانوا لاعبين شبان، وأيضا التوتر المباراة الأولى ولم تخرج المباراة بما كان يريد. لقد استفادوا من فرصهم الآن في مباراتهم أمام المكسيك، والآن يبدأ كاس جديدة بالنسبة لهم، وهذه يفتتح الآن رصيدهم ب3 نقاط، وكل الأنظار الآن تحط في منتخب الأرجنتين. وهذا ما قاله ميسي في تصريحاته، ونحن سعداء على الرغم من أننا كنا ننتظر أداء جيد وفني. وتلك الأرجنتين التي شاهدناها بعد الهدف الثاني، هذه كرة القدم التي جعلتنا نفوز بكأس أمريكا وكوبا أمريكا، وننتظر أن تكون البداية. ذكر مشاهدينا الأعزاء بأن في كأس العالم أو حتى منذ نشأة استاد لوسيل قد حطم الرقم القياسي في عدد الحضور، وهو يصل لعدد 88,000 متفرج و966. يحطم الرقم القياسي إذن استاد لوسيل مشاهدينا الأعزاء، والذي سيشهد اليوم الختامي لكأس العالم. هذا الرقم رقم جديد يسجل في عدد حضور لقاء الأرجنتين مع المكسيك، رقم للتاريخ وحضور للتاريخ. وهذا الحضور يأتي بعد خسارة كانت تاريخية أيضا للأرجنتين أمام منتخب السعودية، حيث لاقى الأرجنتين منتخب المكسيك. كان عدد حضور المنتخب الأرجنتيني بالنسبة لجماهيره التي أتت لتشجع وتؤازر بالرغم من عرقلة كانت كبيرة ومؤسفة للمنتخب الأرجنتيني، كانت حاضرة في الجولة الأولى في الجولة الافتتاحية لهم على مستوى أدوار المجموعات، إلى أنهم لم يفقدوا الأمل ولا زالوا. بالضبط صح ولا؟ جمهور من اكبر الجاليات اللي موجوده في قطر عبد العزيز، جمهور متحمس جدا بيعشق منتخب بلده. اتكلم على الهدف، قرب ميسي من منطقه الجزاء بتبان خطورته. شفناه في الشوط الاول بينزل تحت بشكل كبير، هنا صوب بشكل كويس جدا، استخدم مهارته، وده نوع من انواع الحلول اللي موجوده. اتكلمنا عن الحلول ازاي المنتخب حتى احتفل كابتن احمد قبل دخول الكره للمرمى. بالظبط، لانه عارف هو شايط فين، الكره رايحه في زاويه بعيده جدا على حارس المرمى. الحلول عبد العزيز ان في دفاع متكتل، لازم يبقى في حلول عند اللعيبه. ميسي طبعا تسديد من بعيد، بالظبط، تسديد من خارج ال 18. نعم. فده كان حل كبير. اتكلم كابتن طارق ان المنتخب الارجنتيني بدا ان هو بعد هدف ميسي، لان بقى في مساحات، بدا يتحرر اكثر منتخب المكسيك. واشوف ان فرنانديز نزوله كان نقطه تحول في المباراه. رجل عنده مهارات كبيره جدا. شوف الهدف اللي احرزه ازاي استخدم مهارته وازاي استخدم الحلول. اتكلمنا ان منتخب المكسيك هيبقى دفاع كومباكت، مفيش مساحات، مفيش لازم يبقى في حلول. ده حل من الحلول ان فرنانديز استخدم حل كويس جدا ومهاره كويسه جدا، وقدر يحرز هدف جميل، الهدف الثاني للمنتخب الارجنتيني.